أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم تاني تشويق وش مع دكتورة معين نجيب. النهاردة آخر حلقات سلسلتنا سلسلة أنواع الأبوة الأمومة. احنا اتكلمنا عن 4 أنواع من الأبوة الأمومة: الأبوة الأمومة السلطوية والمتساهلة والغير متورطة، وأخيرا الأبوة والأمومة المتزنة أو المعتمدة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأبوة الأمومة المتزنة أو معتمدة، هي إيه وطريقة تفكيرها إيه، أو الكلمة المحورية بتاعتها إيه. إن ابني إنسان كامل أو شخصية كاملة، من حقه إن هو يختار، ومن حقه إن هو يكون له رأي في كل حاجة. هو عايز يكبر ويختار ويبقى له طموحاته، أنا بساعده إن هو يكون شخصيته هو، مش الشخصية اللي أنا نفسي هو يكونها. دي الأبوة المعتمدة. وجهة نظر بابا وماما بتكون كده. ادينا أمثلة كمان ليها، والنهاردة هنتكلم عن نتائج الشخصية بتاعة الأبوة الأمومة المتزنة. الشخصية دي هتطلع شخصية واثقة من نفسها، مهما إن كان موجود في المدرسة لوحده أو في بيئة برا البيت، بيئة شوية شديدة في التعامل أو مع أشخاص متعبين، لكن هو كشخصية بتقدر واثق من نفسه. الواثق من نفسه ده مش هيقدر يخلي أي حد يتنمر عليه أو يكون، لأن المتنمر بينقي weak point، يعني بينقي نقطة ضعف في اللي قدامه. لكن الشخص الواثق من نفسه هو مش شخص عنده نقطة ضعيفة، لذلك مفيش أي نوع من التنمر هيكون عليه. يعني أنا بخلي ابني شخصية قوية علشان لا يواجه التنمر ده، وإن كان ممكن يواجه أي نوع من أنواع الجسد اللي هي إن الناس ممكن تتكلم عليه، لكن لأنه واثق من نفسه مش هيخليه دايما مركز في أي نقط سلبية، بالعكس هو إيجابي وبيدور على بكرة هيقدر يعمل فيه إيه تاني ناتج للشخصية دي. الشخصية دي كمان هتطلع شخصية مواجهاتية. يعني ايه شخصية مواجهاتية؟ هو قادر يواجه ويقول ايه الغلط اللي موجود، قادر يواجه الغلط اللي موجود مع نفسه ويصلحه ومش مكسوف منه، وقادر يواجه كمان الناس ويقول انا غلطت في ايه، وعلى استعداد كامل اني اصلح. يبقى هو شخصية اساسا مواجهاتية، تقدر تواجه نفسها بالغلط بتاعها، وتقدر يواجه ويقول انا غلطت في الحاجة الفلانية وما عنديش مشكلة في ان انا اصلح. فهو شخصية قوية، وكمان يقدر يواجه مشكلاته أو غلطاته بمنتهى الوضوح والقوة. الحاجة التانية إن هو بيقدر يحل مشاكله، لأنه عنده طريقة جوه دماغه يقدر يواجه بيها المشاكل، يقدر يحلل المشكلة ويحط حلول كتيرة وينقي أفضل حل للمشكلة. ودي حاجة بيتدرب عليها مع بابا وماما زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. فدي من ضمن الحاجات المهمة اللي بتطلع في شخصيته، ان هو شخصية بتحل مشاكل، فيقدر يواجه اي مشكلة بدون تعب. الحاجة الاخيرة اللي احنا عايزين نحط عليها نقطة كبيرة قوي في ناتج الأبوة والأمومة المعتمدة، ان هو شخصية ناتج الأبوة والأمومة المعتمدة شخصية مش قلوقة. ودي حاجة احنا بنعاني منها في الزمن اللي احنا موجودين فيه، ان الاغلبية عندهم نوع من القلق. لكن ناتج الشخصية المعتمدة، ناتج شخصية الأبوة والأمومة المعتمدة، هو لانه عارف يواجه مشاكله، ولانه بيحل المشاكل، ولانه واثق من نفسه، واثق من ربنا طبعا، هو قادر يكون مش قلقان وسط عالم كله مليان قلق. يعني هو شخصية بتعرف تدي لنفسها positive energy، يعني قادر يقول لنفسه كلام إيجابي يطلع بيه من أي أفكار سلبية ممكن تخليه دايما يقع، ودي حاجة مهمة جدا. طيب ازاي انا كبابا وماما اقدر اكون اب وام معتمدين؟ اهم حاجة ان انا اكون اب وام معتمد، ان انا ابقى فاهم ان انا مش مقرر اكون معتمد النهاردة فبكرة الصبح هكون معتمد، لا، دي حاجة محتاجة ممارسة، وهنقع في اخطاء ونرجع نقوم ونقف ونسند بعض كبابا وماما في ان احنا عايزين نعمل ده. وده طبيعي جدا، لازم اقبله كويس قوي علشان اقدر اتعامل
من غير ما احبط ومن غير ما ابقى اقول انا مش قادر اكون كده، انا خلاص ما انا اتربيت كده. لا، ادي وقت لنفسك، ارحم نفسك من النقد، وابتدي اول حاجة تعملها ان انت تشجع اولادك. كلام التشجيع كلام بيخلي ولادنا يكبروا. شجع في كل حاجة وأي حاجة، مش أي حاجة يعني أي حاجة غلط، لأ، يعني شجع في الحاجات البسيطة. كل مسؤولية هتديها لابنك حتى لو بسيطة، ودي حاجة مهمة جدا إن أنت تديله مسؤوليات من هو صغير. كل مسؤولية تديها له لازم تشجعه عليها. يعني مثلا هنوضب السرير بعد ما نقوم، هنشد الملاية، لازم ماما تدي كلمة أو كومنت لطيف كده إني ابني النهاردة وضب الملاية، أو بنتي برافو شاطرين، بنتي وقفت معايا في المطبخ النهارده وغسلت مواعين، ابني نزل جاب الطلبات. يبقى بابا وماما ليهم قاعده كل يوم بنقول الحاجات البوزيتيف اللي اولادنا او الايجابيه اللي اولادنا عملوها النهارده. ده نوع من التشجيع، الى جانب ان انا دايما بقول له كلمه كبيره ومهمه قوي هي شعارنا النهارده، هو انت قادر. كلمه انت قادر لابني، انت قادر تنجح، انت قادر تعدي المشكله دي، انت قادر تواجه، انت قادر تحب، انت قادر، انت عندك القوة ان انت تحب، انت مليان حب كبير من جوه. دي حاجات مهمة جدا. الحاجة الثالثة المهمة جدا لبابا وماما يعملوها ان الكلام الايجابي اللي بيفهم الطفل ان هو قيمة. يعني مثلا انت عطية ربنا ليا، ده جاي من مفهوم بابا وماما اني ابني شخصية متكاملة ربنا مدهاني. فلما بقول لابني انت عطية ربنا ليا، هو بيبقى فاهم قد ايه هو حاجة كبيرة. بابا وماما بيحبوه ومقدرينه جدا وفاهمين ان هو شخصية مستقلة. انت عطية ربنا ليا، انت اكتر حد بحبه في الدنيا، انت ملاكي، انت انا موجود علشانك، انا بحبك قوي، يا اغلى الناس. الكلام الايجابي ده بيفهم عيالنا قد ايه هم قيمة. يبقى الحاجات اللي انا محتاجة كأي نوع من اب وام محتاجة اعملها علشان اوصل للابوة والامومة المعتمدة. اول حاجة ان انا هبقى مشجع جدا، هدفع بقوة إيجابية كلام إيجابي باستمرار، بأن أنا هفهم ابني إن هو عطية ربنا وإن أنا بحبه قد إيه، وده كلام مشاعر. الحاجة الثالثة إني هقوله دايما إن أنت قادر تعمل. لو عملت بس الحاجات البسيطة دي، ودي بقت الاتيتيود بتاعي، طريقتي في الحياة مع ولادي، ولادي هيتغيروا كتير لأنهم هيبتدوا يصدقوا في نفسهم، يصدقوا ان هم قادرين يعملوا، ويصدقوا ان هم شخصية كاملة، ويصدقوا قد ايه الحب ممكن يغير. كده خلصنا الابوة والامومة المعتمدة، وواثقة ان احنا نقدر نتغير، وواثقة ان انتوا تقدروا تتغيروا وتوصلوا لولادكم لبر الامان. الحلقة الجاية هتكون سلسلة جديدة خالص، هنتكلم فيها عن حاجة كتير كتير هتعجبكم، واتمنى تقولوا لنا اقتراحاتكم، وتقولوا لنا اسئلتكم وافكاركم، واعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم الحلقات الجديدة. شكرا ليكم. مع تانيتاس وشوية وش ودكتورة ميمة.